بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وستر من رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم كباب الدجاج او كفتة الدجاج. واللهم صل على سيدنا محمد. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة وبرضه موفرة، علشان برضه لو ما عندكيش الا صدر فرخة واحد ممكن تعملي بيه. وهنشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا بقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب للقناة. ولو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعرفوا كل حبايبكم عن القناة. ودي قناتي انا اماني موسى، والقناة اسمها من الاخر مع اماني موسى. وانا سميتها كده، انا قلت عشان الناس اللي اول مرة تدخل، علشان اللهم صل على سيدنا محمد. الوصفة اللي هكون جايباها هكون مجرباها ان شاء الله، وهتعتمدوها بإذنك انت يا رب. ولو في برضو عندكم اي افكار تانية ما فيش مانع ان انتوا تشاركوها معانا. وهنسمي الله كده ونبدأ. انا عندي هنا صدر فرخة، وحطيت عليه برضو كده جزء من الاوراق علشان تبقى طرية كده وتبقى حلوة وما تبقاش مفتلة. لو عملناها بالصدر بس يعني ممكن احط معاها كمان ورك، او احط جزء من الورك برضو عشان يخليها طرية كده. فطبعا في البداية كده الفراخ كانت عندي متلجة نص تتليجة زي ما اتفقنا، عشان يبقى فرمها سهل في الكبة. واحدة واحدة على الكبة كده علشان ما تسخنش مننا. وعندي هنا بصلة متوسطة وقطعتها صغير. وعندي هنا برضو قرن فلفل أحمر وقرن فلفل أخضر رومي، وبرضو مقطعاهم معايا. ومعايا هيبقى معايا 4 فصوص توم. وهنكمل وهنشوف لو في طبعا حزمة بقدونس يكون أحسن، تبقى حلوة برضو. هي نفس تقريبا نفس طريقة كفتة اللحمة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، بس بدل اللحمة فراخ. وهنشوف هنعمل ايه. هنا انا فرمت الفراخ فرم ناعم كده، خلصت الكمية كلها معايا اهو يا حبايبي. واحط عليها باقي المكونات كلها، وهبدأ اعجنها كده مع بعضها بعد ما اخلص. طبعا زي ما احنا متعودين ان احنا كل فيديو تقريبا يعني على قد ما بنقدر بننزل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، او بنبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام آية. وان شاء الله النهاردة الآية اللي هنبلغها عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن استخدام السواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأمرنا إن احنا نغسل سنانا، أو يعني ندعك سنانا كده بالسواك. طبعا السواك بقى متوفر عندنا الحمد لله هنا في مصر، وسعره مش غالي للناس اللي هي مكسلة تغسل أسنانها أو ما عندهاش فرشة أو معجون، أو مثلا الحاجة بقت غالية إن هو تجيب السواك ب5 جنيه أو ب7 جنيه وتستخدمه. أنا برضه هقول لكم المكونات الأول. هنا أنا حطيت كده الفراخ مع التوم مع البصل مع الفلفل و3 معالق بقسماط ناعمة. وعندنا البهارات ملح وفلفل ومعلقة صغيرة خالص أو يعني ربع معلقة من الكمون وبهارات فراخ. وهعجنهم كويس كده مع بعض، وهضربهم ضربة في الكبة علشان تتسمغ مع بعضها وتمسك. اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ان احنا لازم نغسل اسناننا علشان تبقى ريحتها حلوة، وعلشان تبقى يعني ما فيش فيها جراثيم وما فيش فيها اي حاجة. فانسب حاجة لنا كلنا هو السواك ده، موجود معاك في جيبك في شنطتك في جيبك في اي حتة قبل الصلاة قبل كل صلاة، بس ادعك بسناني كده يحوش اي ريحة مش ظريفة. وفي نفس الوقت بيدي متانة للثة، وبيدي يعني العلماء لما سبحان الله لما حللوا السواك او الشجرة اللي هي الأراك اللي بيجي منها السواك دي، يعني ما شاء الله لقوها مفيدة جدا يعني للأسنان وللثة، وجميلة جدا. وفي نفس الوقت معاك في أي وقت، لا تكسل ولا تقوم من مكانك، ولا قوة في جيبك أو جنبك أو جنبك في الشنطة، وبتطلعي تغسلي بسنانك كده وتعطري بفمك. وما شاء الله يعني. وطبعا يبقى احنا منها عملنا سنة عن يعني من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت حافظنا على أسناننا نضيفة وسليمة، لأن طبعا الأسنان دي مهمة أوي 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 يا ولاد. يعني لو بدأنا نعتني بيها من واحنا صغيرين يعني طبعا هينفعنا وتفضل معانا يعني أطول وقت ممكن. ويعني في ناس ما شاء الله بتفضل سنانها جميلة محافظة عليها لحد ما تموت، وبتبقى ميتة بسنانها كاملة ما شاء الله يعني. فدي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى منها عملنا سنة وحافظنا على أسناننا. هنا أنا خلصت الكمية كلها، صبعت كل الكفتة أهو معايا. وطبعا أنا كنت واخدة مية البصل في الأول، وبشرت عليها طماطمايه وحبة ملح وفلفل اسود وحبة زيت علشان اصبع بيهم زي ما احنا متعودين. وهنا هرصها كلها. طبعا انا حاطه الطاسه على نار عاليه، وحاطه فيها حاجه بسيطه خالص من الزيت، وهديها زي صدمه كده عشان تحتفظ بالميه بتاعتها ما تنزلش ميتها.
فهاحطها على نار عالية كده في الأول، وبعد كده إيه هنوطّي عليها النار خالص، وهنغطّيها بعد ما تاخد معانا كده صدمة، وكل ما تحمَر من جهة نقلّبها لحد ما تاخد لون أحمر جميل دهبي كده من جميع الجهات. أهنا خلاص خلّصت الكمية وهاوطّي عليها بقى وأغطّي، أمّا خدت كده لون هنا كل ما تحمَر قلّبتها كده من جميع الجهات، وهنا أنا حاطة لها فحماية برضه عشان تاخد ريحة الفحم وطعم الفحم تبقى زي الكباب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايمًا نذكر الله، وطول ما إحنا شغالين نصلّي على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، وما تنسوش برضه تصلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، وتدعوا لأهالينا في غزة ربنا ينصرهم ويحفظهم يا رب بحفظه، وربنا يبارك فيهم ويرحم شهدائهم يا رب ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تدعوا لأمواتنا وأموات المسلمين، وتدعوا إن ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وربنا يجعله كله في ميزان حسناتنا إن شاء الله، طول ما إحنا واقفين بنذكر الله بنسمي الله. طبعًا حطيت الفحماية باحط عليها يا ولاد معلقة سمنة، سمنة أحسن من الزيت. لو ما فيش سمنة خلاص بتحطي زيت، إنما هي السمنة بتخلّيها تقعد وقت أطول والعة وما بتطفيش بسرعة زي الزيت، فبتدّيكِ طعم الفحم. وطبعًا هنا الغدا كان سهل وسريع، كان عندنا هنا ملوخية خضرا ورز على شعرية وحبة مخلل، وعندنا هنا بامية وعملنا الكفتة. وهنا طبعًا اللوجو باقول لكم هنا إن اللوجو بتاع القناة من الآخر مع أماني موسى، عشان لو أول مرّة تشتركوا معايا أو أول مرّة تدخلوا القناة ما تنسوش تعرّفوا أهاليكم وحبايبكم وجيرانكم، علشان إن شاء الله كُلّه يبقى شريك في الأجر، وكُلّه ندعي لكل أمواتنا وأموات المسلمين، وندعي لكل مرضانا ومرضى المسلمين، وربنا يجعله كُلّه في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. وأي خير نعمله من القناة إن شاء الله تكونوا كلّكم شركاء في الأجر بإذنك أنت يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.